السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة سنة أولى إعدادي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض على يونت 7 وكمان هنحل تيست عليها. طبعا كنا خلال الدروس اللي فاتت والحصص اللي فاتت نزلنا لكم شرح اليونت بالكامل، وكمان نزلنا حل التدريبات لكل درس من اللي احنا خدناه. فالنهاردة إن شاء الله هنلم بقى كل الكلام اللي احنا خدناه ده في مراجعة صغيرة كده، وبعد كده نحل امتحان على اليونت بالكامل. يلا بينا كده نشوف المراجعة بتاعتنا بتتكون من ايه. المراجعة بتاعتنا بتتكون من 3 اقسام. في الجزء الاول فيها من الفوكاب واللانجوج والسبيكينج. نبدأ بالفوكاب واهم الكلمات اللي موجودة معانا في الوحدة بتاعتنا. اكواريوم، متحف الاحياء المائية، المكان اللي بنقدر ان احنا نروحه ونتفرج على الاحياء المائية، الاسماك ومثلا سمك القرش والنباتات المائية قدامنا كده واحنا شايفينها. سبورتس سنتر، مركز رياضي. فان فير، مدينة الملاهي. بلانيتاريوم معناها القبة السماوية او المرصد الفلكي، المكان اللي بقدر اروحه عشان اتعلم عن الكواكب والنجوم، وكمان ان انا اقدر اشوفهم بالمنظار مثلا او المرصد اللي هناك. بعد كده فوتبول ستاديوم، استاد كرة قدم. بولينج الي، صالة لعبة البولينج. نيرفس، عصبي ومتوتر. كانتين، يعني الكانتين طبعا اللي في المدرسة، المكان اللي بيبيع الاكل والطعام في المدرسة. اكزيبيتيشن، معرض او عرض. جانجل، ادغال او غابة. ميوزيشن، موسيقار. ترامبت، آلة البوق. كيف، كهف. انترفيو، مقابلة رسمية. انترفيور، محاور. تراديشنال، تقليدي. ادفنجر، مغامرة. سيلر، بحار. كونسيرت، حفلة موسيقية. اوليفز، زيتون بيتعمل منه الزيت طبعا. بيبرز، فلفل بتيجي دايما مع البيتزا. باربيكيو، حفل شواء. دي كانت اهم الكلمات. تعالوا ما نشوف خدنا ايه في الجرامر. خدنا طبعا مراجعة سريعة على الباست سيمبل تنس، على الزمن الماضي البسيط، وعرفنا ان هو ليه بعض الكلمات الدالة زي مثلا in the past, yesterday, this morning. in وبعد كده سنة في الماضي. in وبعد كده شهر في الماضي. كمان ممكن يقول لنا last ويجيب لنا اي فترة زمنية. last year, last month, last week, last Tuesday، اي يوم عامة طبعا. كمان ممكن يجيب لنا فترة زمنية وبعدها كلمة ago، زي an hour ago, 3 days ago, 6 months ago, 4 years ago. كل دي من الكلمات الدالة على زمن الايه الباست سيمبل. تستخدم هذه التعبيرات للدلالة على حدث وقع في الماضي وانتهى، حصل وخلص خلاص. زي المثال ده مثلا، سلمى bought a new bag last year. سلمى اشترت شنطة جديدة السنة اللي فاتت، اشترتها وخلاص الموضوع انتهى. كمان خدنا ان احنا نسأل اسئلة اللي هي اسئلة yes او no، وكمان اسئلة ال WH questions اللي هي ايه؟ اللي هي ان انا اسأل سؤال يكون الاجابة بتاعته يا اما باه يا اما بلأ، او اسأل سؤال استفهامي. ازاي؟ قلنا ان احنا بنستخدم ادوات اسمها ادوات المساعدة والافعال المساعدة، زي مثلا did، زي do، زي does، زي verb to be مثلا اللي هو am و is و are او was و were، زي have و has و had، زي can وهكذا. طبعا كل الحاجات دي احنا شرحناها مع بعض، واحنا بس هنا هنراجع عليها سريعا. did you go to the zoo؟ هل انت ذهبت الى حديقة الحيوانات؟ اعرف بس ان تركيبة السؤال بتكون الفعل المساعد في الاول، وبعد كده الفاعل، وبعد كده الفعل ده لو طبعا هنا عندي did واخواتها اللي هو do وdoes ودid، يبقى الفعل عندي هنا هيبقى في المصدر. تمام. وطبعا بقى حسب بقية الافعال المساعدة هصرف الفعل هنا حسب الزمن اللي انا شغال فيه. طبعا بجاوب يا اما ب yes I did يا اما no I didn't. yes I did no I didn't. were you happy؟ طبعا طالما عندي هنا verb to be مش هحط هنا، لان verb to be هنا هو الفعل الاساسي، مش هحط هنا ايه فعل تاني، لا ده هحط صفة. فهنا كأني بقول له هل انت كنت سعيد؟ كنت. شفتوا كلمة كنت اللي انا قلتها دي اللي هو ايه verb to be، هو verb to be اللي هو يكون. تمام. فهنا انا بسأل الشخص هل انت كنت سعيد؟ سعيد طبعا دي مش فعل، سعيد دي صفة. فاما هيقول لي yes I was يا اما هيقول لي no I wasn't. وخلي بالكم من ان انا بغير، انا كنت هنا بسأل بوير عشان كان في الفاعل يو، اما هنا جاوبت بوز لا لان كان الفاعل اي. فخلي بالكم من الحاجات دي. الزيادة عن كده ايه؟ ان انا مش انا قلت لكم ببقى عندي مثلا الفاعل المساعد وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل،
الزيادة عن كده في اسئلة الاستفهام ان انا بحط اداة الاستفهام في الاول قبل الفعل المساعد اهو. what did you do yesterday حطيتها في ايه في البداية. when did you go to the cinema امتى انت رحت للسينما وانت عملت ايه امبارح. تعالوا ما نكمل talking about your weekend، ودي اهم موضوع عندنا في اليونت بتاعتنا. when did you go to the fun fair انت امتى رحت للفان فير. طبعا ده سؤال ممكن يجيلي في المحادثة، تمام، ان انا اكون السؤال ده في المحادثة، مش لازم بقى الفان فير، ممكن اقول اي مكان تاني حسب المحادثة هتكون دايرة على انهي مكان. I went to the fun fair last Sunday، يبقى سألنا سؤال اهو وادي الاجابة بتاعته، تمام. discussing types of music، وده الموضوع التاني عندنا في اليونت. what type of music do you like، والسؤال ده جالنا كتير جدا جدا في المحادثات على مدار اليونت. I like jazz but I don't like opera، انا بحب موسيقى الجاز لكن انا بحبش ايه الاوبرا. دول نوعين من انواع الموسيقى اللي احنا خدناهم مع بعض. تعالوا بقى اما نشوف يعني مراجعة بشكل مختلف شوية. احنا عندنا دلوقتي سؤال القطعة، اتفقنا ان سؤال القطعة من اسهل الاسئلة، لكن في سؤال بيجيلنا في سؤال القطعة ممكن في بعضكم بيواجه فيه شوية يعني صعوبة شوية. ايه هو السؤال؟ لما بيسألني ان انا احط عنوان للقطعة، او ان انا اقول القطعة دي بتتكلم عن ايه بشكل عام. السؤال ده بيجي بثلاث اشكال. ممكن يقول لي what is the main idea of the passage، او what does the passage talk about، القطعة بتتكلم عن ايه او ايه الفكرة الرئيسية للقطعة، او give a suitable title for the passage، اعطي عنوان ايه، عنوان مناسب للباسج دي للقطعة دي، تمام. طيب انا بعمل ايه؟ انا لو عندي 3-4 افكار انا ماليش دعوه بال3-4 افكار، انا لازم ان انا بترجم القطعه كويس واشوف ال3-4 افكار دول بيتكلموا عن ايه. هتلاقيهم بيتكلموا عن حاجه اساسيه، زي مثلا القطعه اللي هنقراها دي there are many beautiful mosques، في جوامع كتير جميله، but perhaps the most unusual is the great mosque in Mali، في افريقيا، لكن اغربهم الجامع ايه، الجامع العظيم في مالي اللي موجود في افريقيا. It's not made of bricks like most mosques، مش معمول من الطوب زي بقية المساجد. It's made of something called mud، معمول من شيء اسمه ايه، الطين. This is the brown soil you often find at the bottom of a river، دي الطينة طبعا البني اللي موجودة ايه في اسفل النهر. It's very soft in water، بتكون ايه، بتكون طريقة جدا طبعا في المية. If you dry it، لو جففتها it becomes very hard، تصبح صلبة جدا. The building is usually very strong، طبعا بيكون في الغالب قوي جدا. But there is a problem، لكن في مشكلة. People must put new mud on the building every year، لازم يحطوا طينة جديدة على البناء ده كل سنة. If they don't، لو ما عملوش كده it will collapse when it rains، هينهار طبعا ويتدمر لما الدنيا تمطر. There are always enough people to do this because the people who help get respect for their work، دايما بيكون في ناس كتير ايه بتساعد في العمل ده، علشان ايه، علشان طبعا الناس اللي بتساعد دايما بتحصل على الاحترام. طيب ايه الفكرة الرئيسية للموضوع بتاعنا ده؟ ها، ممكن نقول مثلا buildings made of mud، المباني اللي اللي بتتبني من المض. وممكن كمان نقول the great mosque in Mali، المسجد العظيم ايه في مالي، لان الفكرة كلها دايرة عن ايه، عن المسجد ده وعن ان هو مبني من الطين، تمام. طيب عندنا بعد كده المحادثة اتفقنا الاساس فيها ان احنا نقرأ العنوان كويس جدا. عمر asks علي about his weekend in Alexandria، عرفنا هنا ان اتنين ولاد بيتكلموا مع بعض، فالضمائر دايما مثلا ضمائر مذكرة، عرفنا ان هما بيتكلموا على الويك اند بتاعتهم، وعرفنا ان هما بيتكلموا على اسكندرية. يبقى مثلا هنا بيقول لي good morning where did you spend your weekend، كده انا عرفت اصلا اوتوماتيك هو قضى الويك اند بتاعته فين، في اسكندرية. لو انا ما كنتش قريت العنوان ما كنتش هعرف، تمام. دايما نقرا الجمل المكتوبة وبعد كده نبدأ ان احنا نجاوب الجمل المكتوبة كاملة. طبعا هنا في اجابة واللي احنا عرفنا ان هي اسكندرية. how was the weather like there، الجو كان عامل ايه هناك. لازم هنا احط اجابة جيدة، مش اجابة مثلا مش هقول ويندي مثلا، ليه؟ لانه هنا قال فانتاستيك، طالما قال فانتاستيك يبقى ايه، يبقى انا رديت ان الجو كان كويس. وبعد كده سألت سؤال كانت الاجابة I ate fresh fish، انا اكلت سمك ايه، سمك صابح، يبقى هو هنا سأله انت اكلت ايه. بعد كده
سأله سؤال كانت الإجابة I swim in the sea، يبقى مثلا قال له وأنت عملت إيه تاني؟ What else did you do؟ إيه تاني أنت عملته؟ Did you enjoy there؟ هل أنت استمتعت هناك؟ فيقول له مثلا إيه؟ Yes I did. أيوة إيه أنا استمتعت. عشان نجاوب على المحادثة كويس لازم نكون نعرف نكون أسئلة ونعرف نكون جمل، وفي فيديو لتكوين الأسئلة وتكوين الجمل موجود على القناة زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت. اللي عنده أي مشكلة في الجزئيتين دول يسيب لي بس تعليق وأنا هحط له لينك الفيديو في التعليقات. طيب دلوقتي بقى دوركم، عايزكم تحلوا الجزء اللي قدامي ده. التدريب ده احنا كله حليناه مع بعض. يعني هنا مثلا عندك ده يعتبر زي ديكتيشن كده املا. انت جزء الهند احنا خدناها معناها ايه، يغوص او يغرق معناها ايه، مفضلة معناها ايه، مغامرة، بحار بمفرده، كل الكلمات دي احنا خدناها مع بعض. عايزكم تكتبوها بقى في الاجزاء الفاضية ديت، وممكن تحلوها كمان في التعليقات، وانا يعني هشوف مين اللي يقدر ان هو يجاوبهم صح واصححهم ليه. كمان عندنا هنا جمل ناقصه كلمه، الكلمه ديت هنتوقع هي ايه ونقدر ان احنا نحلها. والجمل دي تقدروا تستخدموها وتعملوا your favorite story، القصه بتاعتك المفضله. ويا ريت نتكلم على قصه روبنسون كروسو لان عندنا جمل كتير ليها موجوده في اليونت. نفس الكلام هنا your last weekend، هتلاقوا هنا جمل كتير خاصه ب الاجازه الاسبوعيه وان احنا نكتب عن الاجازه الاسبوعيه، زائد ان احنا كنا كتبنا باراجراف قبل كده عنها. دلوقتي تعالوا اما نشوف بعض التدريبات اللي موجودة من اختبارات المحافظات على الوحدة بتاعتنا. اول حاجة complete the dialogue. منى and دينا are talking about music، بيتكلموا عن الموسيقى. حاجة من اتنين في الوحدة دي، يعني نتكلم عن الويك اند يعني نتكلم عن الموسيقى بس. do you like classical music دينا؟ هل بتحب الكلاسيكال ميوزك؟ فجاوبت. فمنى قالت سؤال تاني، قالت لها I will go to the concert next week. بعد كده منى سألت سؤال، قالت لها yes I have the tickets، يبقى قالت لها انت معاكي تيكتس ولا لا، لان سؤال باه او لا، فدي سهل يعني ان احنا نتوقعه. can I come with you؟ هل اقدر اجي معاكي؟ طبعا قالت لها تعالي، فقالت لها thanks دينا، فطبعا التانية هترد برضو بالتحية. طيب يبقى هنا قالت لها do you like classical music دينا؟ هل بتحبي الكلاسيكال ميوزك؟ فتقول لها ايه yes I do، لان ده سؤال يا yes يا no، يا اما yes I do يا اما no I don't. بعد كده سألت سؤال I will go to the concert next week، يبقى قالت لها ايه انت هتروحي المكان، هتروحي الكونسرت امتى؟ when will you go to the concert، امتى هتروحي الايه للكونسرت. ادي when بتسأل عن الميعاد، وبعد كده الاداة المساعدة اللي هي will عشان بنتكلم عن المستقبل، وادي هنا عندي will اصلا اهي، وادي الفعل بتاعي جو اللي هو موجود هنا وبنحطه في المصدر لان جاي بعد will، والحاجة اللي بتيجي بعد will بتيجي في المصدر. بعد كده عايز سؤال باه او لا. do you have the tickets؟ هل انت لديك التيكتس؟ yes I have the tickets او yes I do. ممكن نجاوب كده وممكن نجاوب كده. can I come with you؟ طبعا ايه yes of course، تقدري طبعا تيجي. قالت لها thanks دينا، قالت لها you are welcome. سهلة جدا جدا جدا. سلمى is going to the نقط she loves riding on the big wheel. البيج ويل موجودة فين؟ طبعا في الفان فير، العجلة الدوارة في الملاهي. I write what happens to me every day in a diary، المفكرة اليومية اللي بنكتب فيها الأحداث اللي حصلت لنا كل يوم. All pupils wear a blue نقط with black shoes، طبعا uniform. I نقط shopping، قلنا go shopping. طبعا ما عنديش هنا جو يا مستر، ليه ما عنديش جو؟ لأن أنا بتكلم في الماضي yesterday، وطالما yesterday يبقى أنا عندي في الماضي، يبقى جو هصرفها في الماضي تبقى went. تمام، أشغل دماغي بقى. how نقط your weekend، how was your weekend، كيف كانت ايه، كيف كانت العطلة بتاعتك الاسبوعية. حسن نقط فوتبول ماتش 2 days ago، حسن watched اتفرج، لان 2 days ago ايه في الماضي، يبقى هصرف الفعل watch ازود له ed يبقى watched. my uncle نقط his car in 2006، طبعا سنة في الماضي يبقى الفعل هصرفه في الماضي يبقى bought، boy هتبقى bought. I will go to the نقط to watch the football match، هتفرج على الماتش فين؟ طبعا في الاستوديوم، في الاستاد. what نقط of music do you like، what type أو what kind، what type أو what kind. in my نقط علي is a clever boy in my opinion، في وجهة نظري علي ايه؟ علي ولد ماهر أو شاطر. تعالوا بقى دلوقتي نحل تيست على يونت 7. هنبدأ بالlistening، وزي ما اتعودنا في الlistening بنقرا الأول الأسئلة كويس عشان لما نيجي نسمع النص نقدر ان احنا نتوقع الاجابات. روبنسون كروسو is a or an نقط ستوري، يا ترى هي قصه ايه؟ لو انت
شاطر كده ومركز معايا في نصوص الريدنج اللي كنا بنقراها، هتقدر تجاوب الموضوع ده من غير حتى ما تسمع النص، لانها كانت قصه ايه؟ كانت قصه مغامرات، ادفنجر ستوري، فانا عارفها من حتى قبل ما اقرا النص. يبقى انا دلوقتي هتاكد بس من النص ان هي ادفنجر ستوري. روبنسون ووز طبعا كان سيلور، شايفين انا لسه فاكر. his ship sank because there was a storm، كان في ستورم قويه. طيب ادي هو اصلا قايل لي ستورم، طب الستورم دي كانت ايه؟ لسه قايل قويه، يبقى terrible storm، terrible storm. he swam to a nearby island، راح لايه؟ لاقرب ايه؟ لاقرب جزيره او لجزيره قريبه. تعالوا اما نشوف الكلام اللي احنا قريناه ده يا ترى هيكون صح ولا هيكون غلط، عشان احنا طبعا مش هنعتمد على الذاكره بس، لكن من ان انا فاكر كده انا يعتبر حليت ايه؟ نص الطريق. فهنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي روبنسون كروسو از ان ادفنتشر ستوري، يبقى كده الاجابه الاولى توقعناها صح. روبنسون ووز ا سيلور، كان سيلور بحار، تمام. One day his ship sank because there was a really terrible storm، كان في ايه؟ terrible storm، تمام. he swam to a nearby island، يبقى كده كل الاجابات زي ما توقعنا، لان احنا قرينا نص عن القصه ديت في النصوص الريدنج اللي كانت معانا على مدار اليونت. السؤال الثاني الديالوج، هبه اند هاله ار توكينج اباوت ميوزك، زي ما اتفقنا الكلام يا اما على الويك اند يا اما على ايه؟ على الميوزك. I like music very much and you، وانتي؟ هنشوف قالت لها ايه. طبعا هتقول لها ان انا بحب الموسيقى انا كمان. طب ليه يا مستر عرفنا ان هي تحب الموسيقى؟ لانها هنا شايفين هاله I prefer jazz، انا بفضل ايه؟ موسيقى الجاز، يبقى هي بتحب الموسيقى. بس مش هنجاوب دلوقتي. بعد كده سألت سؤال كانت الاجابه ان انا بفضل الموسيقى، بقت لا اي نوع من انواع الموسيقى انت بتفضليه. بعد كده سألت سؤال كانت الاجابه حكيم is my favorite singer، يبقى مين هو مطربك المفضل؟ كل الحاجات دي احنا خدناها، خلي بالكم. do you want to play a music do you want to play music in a band، هل نفسك ان انت تعزفي موسيقى في باند، في فرقه موسيقيه؟ طبعا ايه؟ هتقول لها ايوه. قالت لها I will help you، انا هساعدك على كده. really طبعا thank you. تعالوا بقى اما نجاوب. طبعا هتقول لها هنا ايه؟ me too، انا كمان بحب ايه؟ بحب الموسيقى. بعد كده تسالها what kind of music do you prefer، زي ما قلنا what kind of music do you prefer او what type of music do you prefer، الاتنين صح. who is your favorite singer، who is your favorite singer. نحفظ تركيبة السؤال ده عشان نغير بس الكلمة ديت للي احنا عايزينه. who is your favorite player، who is your favorite player، who is your favorite singer، who is your favorite teacher، وهكذا. اي شخص بقى، اي شخص هنحطه هنا. do you want to play music in a band، طبعا ايه؟ yes I do، في الاخر هنقول it's kind of you او thank you، تمام. بعد كده reading Cinderella is a fantastic imaginary children's story، قصة طبعا ايه؟ قصة اطفال خيالية. after her mother's death، بعد ما امها ماتت her father soon married another woman، والدها اتجوز من ايه؟ من ست تانية with 3 daughters، عندها تلات بنات. when she married Cinderella's father، لما الست دي اتجوزت ابو سندريلا، سندريلا had to live with them، كانت مضطرة ان هي تعيش طبعا معاهم. The woman was wicked and cruel، طبعا كانت ست شريرة ايه؟ وقاسية. she made Cinderella work hard day and night and left her own daughters play، كانت بتخلي سندريلا يعني عبدة تشتغل ليل نهار صبح وليل، ما مش بتاعتها خالص، وطبعا سايبة بناتها ايه؟ بيلعبوا. her father was so weak and he couldn't prevent his new wife from being cruel to his sad daughter، الوالد ايه؟ والد سندريلا كان ضعيف جدا وما كانش قادر ان هو يمنع مراته الجديدة ديت عن انها تكون قاسية على بنته الحزينة. likely the prince invited all girls of his palace to choose his future wife، طبعا الامير بتاع المدينة اللي هم كانوا عايشين فيها دعا كل البنات اللي موجودين في القرية الى القصر بتاعه علشان يختار زوجته المستقبلية. all girls went in best clothes، كل طبعا البنات راحوا في احلى لبس ممكن عندهم. سندريلا had nothing to fit the party، طبعا سندريلا يا عيني ما كانش عندها اي حاجة عشان تلبسها وتروح بيها الى الحفلة، حاجة مناسبة يعني. but with the help of a magician woman she got the best dress، طبعا بمساعدة المرأة الساحرة، واحدة ساحرة ظهرت لها، حصلت على احسن ايه؟ على احسن فستان. later on she married the prince، بعد كده طبعا في نهاية القصة يعني هي اتجوزت ايه؟ اتجوزت الامير.
all girls went to the prince's palace so he could choose his future ايه؟ طبعا اهو future wife. في بعض الاسئله اللي موجوده في القطعه نقدر ان احنا نطلعها بسهوله جدا، بتكون موجوده بالنص. هنا ايه؟ future wife. What do you think the word prevent means؟ كلمة prevent دي معناها ايه؟ معناها يمنع. طب يمنع دي اللي هي ايه؟ stop ولا increase ولا open ولا choose؟ طبعا stop. The underlined word she refers to. she دي بتعود على مين؟ she made Cinderella work. مين اللي كانت بتخلي سندريلا تشتغل شغل ليل ونهار؟ طبعا دي مرات ايه؟ مرات الراجل، يبقى the new wife. What is the main idea of the passage؟ الفكرة الرئيسية طبعا للقطعة دي عن مين؟ the story of Cinderella، قصة سندريلا. Do you think Cinderella lived happily after her father's marriage؟ تفتكروا هي كانت عايشة مبسوطة؟ لو انت شايف ان هي كانت عايشة مبسوطة قول لنا ليه، ولو انت شايف ان هي مش عايشة مبسوطة قول لنا ليه. طبعا هي ما كانتش عايشة مبسوطة. no because the woman was so wicked and cruel. لان المرأة كانت ايه؟ كانت شريرة جدا وقاسية. How did Cinderella get a beautiful dress؟ حصلت على فستان ايه؟ جميل منين؟ اهي الإجابة اهي. with the help of a magician woman. by the help ايه؟ of a magician woman. بعد كده عندنا الاختيارات. wise people الحكماء make good decisions. قرارات ايه؟ جيدة. رقم 2 the machine is making a loud. السؤال ده حلو قوي، سؤال مهم. رقم 2 ده مهم. الماشين بتعمل، عايز اقول بتعمل صوت عالي جدا ودوشه عاليه جدا. يا ترى فويس ولا فيو ولا ساوند ولا انترفيو؟ طبعا مش انترفيو ومش فيو. فويس ولا ساوند؟ الاتنين بمعنى صوت. طبعا الاجابه هتبقى ساوند. ليه؟ علشان الماشين حاجه غير عاقل. غير عاقل يبقى ايه؟ يبقى ساوند. اما لو كان مثلا الانسان كان بقى ايه؟ فويس. لو كان انسان كان بقى فويس. السؤال اللي فات ده مهم. I not on the big wheel at the fun fair yesterday. I ايه؟ طبعا I rode. انا ركبت ايه؟ ركبت العجلة الدوارة. not did you feel when you started a new school. عايز اقول ايه؟ عايز اقول كيف شعرت؟ كنت بتشعر بايه؟ يبقى how did you feel. what not you do last Sunday I studied geography. يبقى what did you do. طب يا مستر اشمعنى did؟ ليه مش مثلا مش do؟ ليه مش are؟ ليه مش where؟ اولا انا عندي هنا الفعل جاي في المصدر، يبقى مش are ومش where طالما عندي فعل هنا جاي في المصدر. طيب ليه بقى مش do؟ علشان هنا studied الاجابة جاية في الماضي. كمان عندي هنا السؤال last Sunday في الماضي، فهاخد did مش do. it was a terrible day not my team lost 5-2. طبعا because my team lost 5-2. كان يوم سيء جدا بسبب ان فريقي خسر 5-2. طيب لو انا قلت هنا ان هو كان يوم جميل كنت اقول ايه؟ although. ليه؟ لان كان هيبقى في تناقض ما بين ان اليوم جميل وما بين ان الفريق خسر 5-2. when you put a stone in water it طبعا ايه؟ it sinks بتغرق. I always not selfies with my mobile. انا ايه؟ I always take selfies. take ياخذ صور ايه؟ سيلفي. we had our not weekend I broke my left arm. لما حد بيكسر ده معناه ان هو كان عنده ويكند عامله ازاي؟ طبعا terrible weekend، كانت سيئه جدا. حاجه تانية برضو تريكايه كده تعرفها، دايما لما تبقى محتار بص على الاجابات. لو لقيت مثلا هنا fantastic حاجه ايجابيه، interesting حاجه ايجابيه، wonderful حاجه ايجابيه، 3 ايجابي وواحده سلبي، يبقى انا اوتوماتيك اول حاجه افكر فيها السلبي. هل اختارها يا مستر على طول؟ لا مش هختارها على طول، لكن اول حاجه هفكر فيها السلبي، احطها لو نفعت يبقى هي دي مظبوط، وهتلاقي ان هي 99% بتكون هي الاجابه الصح. تمام؟ فدي حاجه كده ايه يعني حطها في دماغك برضو. not means using ideas or ways that people first use a long time ago. طبعا ده traditional، الحاجات الايه التقليديه او القديمه. have you got a new jacket؟ no I. طبعا بسأل بهاف يبقى هجاوب بهاف، يبقى no I haven't. غادة طبعا كده عايز اجيب الفعل اللي معايا في الماضي يبقى swept. I like jazz not I don't like opera. طبعا مش and بقى، and دي بيبقى الاتنين زي بعض، اثبات واثبات، نفي ونفي، لكن طالما اثبات والتانية نفي يبقى but، حاجة عكس التانية. what day طبعا yesterday يبقى ايه؟ was yesterday. اخر حاجة معايا البروجراف a terrible weekend you had. هتكلم على terrible weekend، على يعني اجازة نهاية اسبوع كانت سيئة جدا انا انا قضيتها.
تعالوا ما نشوف كده مع بعض. طبعا بكتب العنوان في النص a terrible weekend you had. بعد كده ببدأ بحرف، سيب طبعا 5 حروف كده ولا 4 حروف، وابدأ بحرف ايه؟ بحرف كابيتال. My weekend was a terrible one. كانت سيئة جدا. My baby sister woke me up at 5 am. اختي صحتني الساعة 5 الصبح. I felt so tired. كنت تعبان جدا. I went to the kitchen. رحت للمطبخ. But there was no milk or bread. ما كانش فيه ولا ايه؟ ولا ميلك ولا بريد. انتوا عارفين انا جايب الكلام ده منين؟ من نص ريدنج احنا خدناه. الناس اللي تفتكر يعني، في نص ريدنج كان عندنا بنفس الحاجات دي، نفس الجمل بالظبط. يبقى انا بجيب الباراجراف منين يا شباب؟ احنا مش بنقرا نصوص الريدنج والليسننج اللي عندنا كده وخلاص، احنا بنقراها عشان نستخدمها في الباراجرافات والديالوج اللي بتجيلنا. خلي بالي ان اي دايما بتيجي كابيتال، قلت الكلام ده بقى كذا مره، ان اول حرف بعد النقطه او بعد علامه التعجب بيجي كابيتال، لكن لو حرف بعد الفاصله هيجي سمول عادي. تمام؟ فخلي بالكم من الحاجات دي. I went to buy food. اخلي بالي من الجرامر ان انا بتكلم دايما في الماضي. But the shops were all closed. كلهم كانوا مقفولين. I didn't do my homework because my laptop stopped working. I planned to have a barbecue but there was a lot of wind. In the evening I went to the stadium to watch a football match. My team lost the match. I was very sad. طبعا الحياة يعني كانت ايه؟ متدمرة معاه خالص. ده كده كان باراجراف على الموضوع اللي اتطلب مننا، وبكده بنكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده وخلصنا مراجعه وحل امتحان على يونت 7. اتمنى تكونوا استفدتم. يا ريت تدعمونا دايما باللايك وتكتبوا تعليق عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من زمايلكم، وساعدونا في نشر الفيديوهات على الجروبات بتاعتكم على الفيسبوك عشان يتابعنا عدد اكبر ويكون حافز لينا ان شاء الله ان احنا نكمل ونستمر معاكم. احنا بننزل لكم على القناه شرح 2024 منهج الانجليزي الجديد ومنهج العلوم كمان، وهتلاقوا على القناه منهج الدراسات مشروح برضو على القناه بالكامل بالمراجعات بتاعته بكل حاجه، فانت مش محتاج تاخد درس ان شاء الله في ال3 مواد دول. اشوفكم على خير ان شاء الله. الحلقه الجايه هنعمل مراجعه فبراير، مراجعه شهر فبراير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.